احلى لانش بوكس صعيدي خش لي بالمقادير. يا سلام، هو ده اللانش بوكس اللي انا كنت مستنيه. وادي ابو عمو، اول حاجه هنجيب اللانش بوكس او البرطمان او اي حاجه انتوا هتقولوا عليه. يا باشا يلا بينا، انا كنت بروح المدرسه بكيس، هو انا مش كبير قوي يعني، بس انا على ايامي ما كانش لسه وصل لنا لانش بوكس. عشان نعملوا احلى لانش بوكس صعيدي ومصري 100%. ملناش غيرها والله يا ام الدنيا. اول حاجه ابو عمو هنلبس الجوان. ثانيه واحده. وبعد ما نلبس الجوان يا ابو عمو في عندنا كده جبن قديم. بجد هتروح المدرسه باللانش بوكس ده؟ هنحط واحده هنا وواحده هنا. يا سلام يا سلام، لقيته. دي بقيتها برضه خساره. طبعا بعد ما حطينا الجبنه القديمه هنا، عارفين الجبنه القديمه دي بقالها كام سنه؟ بقالها 7000 سنه من ايام الفراعنه. انت عارفين يعني ايه من ايام الفراعنه؟ خلي بالك الفراعنه دول هم اللي قبل الفراعنه، يعني دول اللي جم قبل الفراعنه بعد كده جم بقى الفراعنه على طول. وكده يا ابو عمو هنروح نجيبه واحلى بصلايه خضراء من الزرع. بصل اخضر في المدرسه؟ طب والله فكره، المدرس لو قال لك قوم جاوب مش هيقول لك تقوم تاني. وادي يا ابو عمو بعد ما جينا هنا اهو هناخده كده بصلايه. يا بسم الله. اورجانيك. وادي يا ابو عمو بعد ما جبنا البصل كده اهو من الزرعه نقطفوه كده اهو، نسيبه دول على جنب، نحط دول كده ونجيبوا طماطمايه يا ابو عمو ونحطوها هنا. نجيب ابو عمو كده اهم حاجه في اللانش بوكس رغيف عيش بلدي. اهم حاجه في اللانش بوكس المش. يا سلام بقى لو في كمان شويه عسل زيك كده، ولو عسل اسود كده احنا خدنا الموضوع في حته تانية. ونقف له وكده يا ابو عمو نفتح السيستي نمسكه ويلا بينا. مش هناخد فاكهه المره الجايه بقى، نحضر فسيخ ورنجه ونعمل غديوه، بس ما تنساش الفوار.